اهلا بيكم في ريفيوزات. الفتره اللي فاتت كان في ناس كتيره بتسالنا عن التليفونات المستعمله، علشان كده عملنا لكم قائمه باكتر 6 تليفونات مستعمله بتتباع اونلاين في مصر، وهنشوف مع بعض هما بيتباعوا علشان مواصفاتهم كويسه ولا علشان سعرهم قل. خليكم معانا. الموبايل رقم 6 في القائمه بتاعتنا هو سامسونج جالاكسي اس 5، خامس موبايل ينزل في سيريز جالاكسي اس اللي بتنزلها شركه سامسونج. والموبايل بيجي بشاشه 5.1 بوصه ورامات 2 جيجا بايت وبروسيسور 2.5 جيجا هرتز كواد كور. اما الشاشه فهي فول اتش دي سوبر اموليد، وبالنسبه لمساحه التخزين فهي 16 جيجا بايت او 32 جيجا بايت، مع امكانيه اضافه ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. كاميرا التليفون الرئيسيه هي 16 ميجا بكسل، اما البطاريه هي 2800 ملي امبير. مميزات التليفون هي ان اداؤه عالي جدا مع الابلكيشنز والالعاب الثقيله، زائد ان فيه حساس الفينجر برينت ومضاد للاتربه والمياه، والبطاريه بتاعت التليفون قويه جدا، والكاميرا بتاخد صور بجوده عاليه جدا. من العيوب الموجوده في التليفون هي التصميم بتاعه البلاستيك اللي بيخلي التليفون ضعيف نسبيا، زائد ان صوت التليفون مش بيتمتع بالنقاء الكافي، وكمان حساس الفينجر برينت مش بيشتغل بالجوده الكافيه. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح ما بين 4000 جنيه ل 4500 جنيه، وكمان سعره مستعمل على دوبيزل.com بيبدأ من 3000 جنيه. والموبايل رقم 5 في القائمة بتاعتنا هو ثالث تليفون ينزل في الفاميلي بتاعت اكسبيريا زد من شركة سوني اكسبيريا زد 3، والتليفون بيجي بشاشة 5.2 بوصة ورامات 3 جيجا بايت، اما البروسيسور هو كواد كور 2.5 جيجا هرتز، والشاشة فول اتش دي اي بي اس ال سي دي. بالنسبه لمساحه التخزين فهي 16 جيجا بايت او 32 جيجا بايت، مع امكانيه اضافه ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. كاميرا التليفون هي 20.7 ميجا بكسل، والبطاريه 3100 ملي امبير. مميزات التليفون ان هو بيتمتع بشاشه دقتها ونقائها عاليين جدا، زائد ان الكاميرا بتاعته هتخليك تصور صور جودتها عاليه. كمان بطاريه التليفون قويه وهتستمر معاك لساعات عمل طويله، وكمان التليفون مضاد للاتربه وللمياه. والعيوب بتاعه التليفون ان هو غالي شويه، زائد ان شركه سوني بتنزل اصدار جديد كل فتره قصيره، وده هيخلي سعر التليفون يقل معاك بعد فتره مش كبيره. كمان الكاميرا الاماميه بتاعه التليفون جودتها مش عاليه، والفرق بينه وبين سوني اكسبيريا زد 2 مش كبير قوي. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح ما بين 5000 جنيه ل 5500 جنيه، اما سعره مستعمل على دوبيزل فبيبدا من 3200 جنيه. اما رابع تليفون معانا في القائمه فهو سامسونج جالاكسي اس 4 اللي بيجي بشاشه 5 بوصه ورامات 2 جيجا بايت وبروسيسور 8 النواه 1.6 جيجا هرتز رباعي النواه و1.2 جيجا هرتز رباعي النواه. اما شاشه التليفون فهي فول اتش دي سوبر اموليد، وبالنسبه لمساحه التخزين ففي نسختين 16 جيجا بايت و32 جيجا بايت، مع امكانيه اضافه ميموري كارد لحد 64 جيجا بايت. كاميرا التليفون الخلفيه 13 ميجا بكسل، وبطاريه التليفون 2600 ملي امبير. ومميزات التليفون ان الكاميرا بتاعته هتخليك تصور صور عاليه جدا، زائد ان البروسيسور بتاع التليفون قوي هيخليك تستمتع بالالعاب والابلكيشنز الثقيله. كمان بطاريه التليفون مش بيلت ان، بمعنى ان انت ممكن تفكها وتركبها تاني. اما العيوب بتاعه التليفون فهو ان هو مصنوع من البلاستيك، وده بيخليه ضعيف نسبيا زي سامسونج جالاكسي اس 5، زائد ان مفيش فرق كبير بين التليفون ده واللي قبله سامسونج جالاكسي اس 3. كمان صوت التليفون مش نقي كفايه. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح من 3000 جنيه ل 3500 جنيه، اما سعر التليفون مستعمل على دوبيزل بيبدا من 1700 جنيه. ثالث تليفون معانا هو سوني اكسبيريا زد 2 اللي بيجي بشاشه 5.2 بوصه ورامات 3 جيجا بايت، اما البروسيسور هو كواد كور 2.3 جيجا هرتز، والشاشه فول اتش دي اي بي اس ال سي دي. وبالنسبه للمساحه التخزينيه فهي 16 جيجا بايت، مع امكانيه اضافه ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. بالنسبه للكاميرا الخلفيه هي 20.7 ميجا بكسلز، اما بالنسبه للبطاريه فهي 3200 ملي امبير. والمميزات الموجوده في التليفون ان هو بيتمتع بشاشه دقتها عاليه جدا، وكمان التليفون مضاد للاتربه وللميه، وفي خاصيه النويز كانسلنج، واداؤه عالي جدا مع الابلكيشنز والالعاب الثقيله. اما عيوب التليفون فهي ان الواي فاي بتاعه جودته مش عاليه قوي، وكمان الكاميرا الاماميه مش هتخليك تاخد صور بالجوده الكافيه. كمان التليفون بيسخن عند الاستخدام المتواصل. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح ما بين 4000 جنيه و 4500 جنيه، وموجود على دوبيزل مستعمل باسعار بتبدا من 2800 جنيه. اما تاني اكتر موبايل بيتباع مستعمل اونلاين في مصر هو سامسونج نوت 3، والموبايل بيجي بشاشه 5.7 بوصه ورامات 3 جيجا بايت، اما البروسيسور هو كواد كور 2.3 جيجا هرتز، وشاشه التليفون هي فول اتش دي سوبر اموليد. اما بالنسبه للمساحه التخزينيه
فهي 16 جيجا بايت او 32 جيجا بايت او 64 جيجا بايت، مع امكانيه اضافه ميموري خارجي لحد 64 جيجا بايت. الكاميرا الرئيسيه بتاعت التليفون هي 13 ميجا بكسل والبطاريه 3200 ملي امبير. من المميزات الموجوده في التليفون ان شاشته كبيره، كمان في الاس بن اللي هيكون عملي ليك جدا لو انت بتحب تاخد نوتس طول الوقت، والبروسيسور بتاع التليفون هيخليك تستخدمه في الابلكيشنز والالعاب الثقيله بشكل كويس. كمان كاميرا التليفون جودتها عاليه جدا والبطاريه بتستمر معاك لساعات عمل طويله. اما عيوب التليفون فهو ان غطا الظهر بتاعه شكله مش حلو قوي في التصميم، كمان الميموري الخارجي لحد 64 جيجا بايت مش 128 جيجا بايت، والحجم الكبير بتاع التليفون مش ناس كتير قوي بتحبه. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح ما بين 4000 جنيه ل 4500 جنيه، اما سعر الموبايل مستعمل على دوبيزل.com فبيبدا من 3000 جنيه. دلوقتي هنيجي لاكتر تليفون بيتباع مستعمل اونلاين في مصر، وهو تليفون ايفون 5، التليفون الوحيد معانا من شركه ابل. التليفون شاشته 4 بوصه وبيجي برامات 1 جيجا بايت رام، اما البروسيسور هو دوال كور 1.3 جيجا هرتز. بالنسبه للشاشه فهي اي بي اس ال سي دي 1136 في 640 بكسل. بالنسبه لمساحه التخزين ففي 3 نسخ من التليفون، 16 جيجا بايت و32 جيجا بايت و64 جيجا بايت، وما ينفعش تضيف له اي اكسترنال ميموري كارد. الكاميرا بتاعت التليفون الرئيسيه هي 8 ميجا بكسل، اما البطاريه هي 1440 ملي امبير. من المميزات الموجوده في التليفون هي التصميم بتاعه اللي بيختلف كتير عن تليفونات ايفون اللي كانت موجوده قبله. كمان وزن التليفون خفيف جدا واداؤه قوي جدا مع الابلكيشنز والالعاب الثقيله، والبطاريه بتاعت التليفون هتتيح لك ساعات عمل كويسه، زائد ان حجم الشاشه كبير بالنسبه لتليفونات الايفون اللي كانت موجوده قبل كده. من العيوب الموجوده في التليفون هي ان التليفون ما فيهوش خاصيه الان اف سي، كمان التليفون ما ينفعش تضيف له اي اكسترنال ميموري كارد، وحجم الشاشه بتاعته صغير نسبيا مقارنه بباقي التليفونات الموجوده في السوق. كمان ظهر التليفون سهل ان هو يتخدش. سعر التليفون جديد في السوق بيتراوح ما بين 4800 جنيه ل 5200 جنيه، اما سعر التليفون مستعمل على دوبيزل.com فبيبدا من 2000 جنيه. دي كانت قائمه باكتر 6 تليفونات مستعمله بتتباع اونلاين في مصر. علشان تشوفوا تقييمات ومقالات ثانيه تابعونا على الويب سايت بتاعنا ريفيوزات.com. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.